السلام عليكم، معكم عبد الرحمن وفيديو جديد. بعد غياب حوالي 5 سنين اتجمعنا تاني. الذكريات حاجة غالية بالنسبة لي، بالذات لو ذكريات حلوة مع ناس جميلة في كل حاجة. قابلت صحاب المدرسة واللي كنت ساكن معاهم في نفس الشارع لسنين. كانت فرصة جميلة ولحظات حلوة، كلمات فعلا ما توصفهاش. قعدنا نتكلم في كل حاجة حصلت من آخر مرة شفنا بعض فيها. كنت بصور اليوم من أوله لأنها حاجة مهمة بالنسبة لي، بس للأسف الفيديوهات كان فيها مشكلة، لكن الوقت اللي قضيناه عمري ما هنساه. اتفقنا نتقابل تاني، وصحابي اللي قابلتهم هيوصلوني لباقي أصحاب الصف، فتعال أعرفكم عليهم ونشوف هنعمل ايه. وحلقة جديدة من كأنه امبارح، يلا بينا. بدأنا اليوم من عربية عبد الله صديقي. اتحركنا من بعد صلاة العشاء ومعانا صالح. وصلنا المكان اللي المفروض هنشوي فيه، وطبعا الدنيا كانت ضلمة عشان خلاص الساعة بقت 10. بدأوا يطلعوا الحاجة من شنطة العربية، الحصير وكل اللوازم التانية. وهنا بقى جه وقت أعرفكم على عبد الله وسلطان. كنا اتقابلنا أول مرة من كام يوم، واحنا صحاب في الصف من زمان يعني. بغض النظر عن الكواليتي، الصورة دي كانت في رحلة الصف بتاعنا. اللي ماسك الحصيرة ده بقى النصر، هعرفكم عليه كمان شوية. نزلوا كل حاجة تقريبا، بس كان في مشكلة، وهي ان المية كانت جوه خالص ومحدش عارف يجيبها. ففي المواقف اللي زي دي لازم نلجأ للفورمة، كابتن صالح، اللي اول ما شافني سألني انت رحت الجيم ولا لا. جيت تمرنتي؟ جيت ايوه الصف. متى؟ جيت الصف. تمرنت كتف امس واليوم اتوقع باي وتراي. هنا سلطان معرفش كان بيحاول يعمل ايه بصراحة، بس انا مستني صالح يجيب المية اللي جوه. صالح روح القرن والله يهديك. ايش هذا معك؟ حق يوم يجيبها؟ سلاح صالح مع سلاح. سلاح واضح. سلاح مو سلاح. اللي مش طايقني ده بقى صالح، هو على طول كده زي ما انت شايف. قابلته في الجيم وصورت معاه قبل كده، وكان معانا برضو في الكافيه من كام يوم، انا وعبد الله وتالتهم اللي في الصورة ده اسحاق. للاسف معرفش يجي معانا النهارده، بس لينا ذكريات جميلة مع بعض برضو. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ يلا مش مهم. ولا صالح ولا بطيخ، عبد الله هو اللي جاب المية في الاخر، وبكده بقى معانا معظم الحاجة اللي محتاجينها. لحد ما بدأ باقي الشباب يجوا، واولهم المعتصم. اهلا وسهلا المعتصم. اخبارك بخير الحمد لله. زين طيبين كيف مصر؟ بخير الحمد لله. تعال نورنا في اي وقت. نورك ان شاء الله بنجي لازم من هالشباب. لا بجد لا فعلا والله لازم. للأسف ماليش صور قديمة معاه، ولكن هنشوفه مجرد ما ننور بس أي كشاف بدل الضلمة اللي احنا فيها دي بفلاشات التليفونات. لحد ما يركبوا الكشاف فرشنا الحصير ورتبنا كل حاجة. كانش عندي فكرة هما يركبوا الكشاف ازاي، فكنت واقف بتفرج زيك. كل اللي شايفه عمود صالح ماسكه وسلطان معاه بيحاول يظبطه. صالح زهق فقعد على الكرسي وقال كفاية كده. انت لو تشوفه كده تفتكر ان هو بيتخانق، بس لا، ده نقاش سلمي طبيعي جدا مع المعتصم، وعلى الله تختلف مع صالح في الرأي، انت حر. طلع بعد كل ده قاعدين بيتكلموا عن يجيبوا بلاي ستيشن 5 ولا لا، وانا اللي كنت فاكرها خناقه. خناقات اغنياء مالناش دعوه بيها. غير لما خلينا نجيب بلاي ستيشن 4 ولا 5. بسم الله. هنا بقى عبد الله هيوصل الكشاف بالعربيه. الله 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 ينور. تسلم. الهوا كان شديد شويه، بس ده المطلوب لان طول اليوم الجو بيبقى حر. واتغير الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه، وبدأ صالح يتكلم اكتر عن خططه المستقبليه وانه عايز يسافر. تتكلم جو كذا. تعرف اللي طلع في التيك توك اللي يصوروا كذي مصار وكي وغطاء كم ما لغطاء بيبسي، هذول اكمل اغنياء.
خافك عن تسويها بعدين تصور بس تصور له بعدين تصورها بسوبها بسوب حتى اغطى بيبسي بسوب. جواد هادي يا اخي صاير كاريزما الحين. وهنا جه شخص جديد وهو جواد، صاحبي من ايام المدرسه. شكله وملامحه ما اتغيرتش كتير عن اخر مره شفته فيها. عنوانه الهدوء والروقان كله. وبس كده بقى المعظم موجود والعدد اكتمل. لا استنى، فاضل واحد، ماجد، من احسن الناس اللي شفتها بتلعب كوره معايا في الصف، ما شاء الله كان لعيب. وبكده نقدر نقول ان العدد اكتمل، كل اصحاب الصف والمدرسه تقريبا موجودين. وعلى الجانب الاخر عبد الله وسلطان بداوا التجهيزات تحت اشراف صالح. خلصوا دراسه ذا مروان عامر نوم تردد نوم نسينا قلت اقول اوه يا بتشوف بيدك اصبر كمل بعد هم ايام اللاين صح؟ سلطان خبره يعني. اخوي سوي ترك الكبريت اللي في ايدك، الكبريت اللي في ايدك يا سلطان. كمل وعجل طبعا معاه ولا هنا ذاك عبد الله ما سويت كلمه حتى تقريبا تمشي لان كله مربوط لانه ماشي. عبد الله طول عمره هو المسؤول عن الشوي، من زمان هو المسؤول الاول عن كل حاجه ودايما بيكون قدها. سلطان وعبد الله انتوا المسؤولين؟ صالح المسؤول. اذا صالح الله يستر، الله يستر منك. بس ورينا نفسك بقى، ورينا نفسك، ورينا مهاراتك يا كابتن صالح. يلا بقول لك ايه، مش وقت حديد دلوقتي اهو. الفحم اهو خلاص، النار ماسكه فيه والجد ابتدى. لما الجد ابتدى خلاص خيشت ورجعت لورا، عيب. لحد ما النار تجهز قلنا نجيب اي حاجه كده نتسلى فيها. وهنا المفاجاه، بطاطس عمان وخبز وجبن، اللي هو يعني مفيش احسن من كده اكل. شبعته ولا ما يكفي لحم؟ قرر سلطان يلطف الجو شويه، قاعدين بناكل ونهزر والدنيا هاديه. فقرر يستعرض ذوقه الموسيقي، ويا ريته ما استعرضه. والله مو قال على نور كشاف من بطارية عربية، بطاطس عمان، سندوتش جبنة، وصحاب المدرسة اللي ما شفتهمش من زمان. هنا النار بدأت تجهز وخلاص، الكل خلص أكل وعبد الله جاهز هو كمان. مش سهل عبد الله، خلي بالك. المشاكيك ظهرت أخيرا، وخلاص كده بدأ الجد والتجهيز الفعلي للشوي. لا يا شيف عبد الله، لا 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 لا، كثير كذا كثير. لعيونك والله تسلم، والله تسلم عيونك. بسم الله ما شاء الله. واحد صوبها من الله. اقول لك يحرص الخبز بعد والله حبينا نشوي خلاص عن ليل. ماجد وجواد المفروض راحوا يجيبوا عيش عشان المشاكيك، وخلاص الشوي بدأ. النصر وسلطان واقفين والحارث بيراقب الشوي بعناية، وكل واحد بدأ ياخد ستريكس للسناب. وصلنا واحد مش ما قاعد يسولف معك. ضربوا لهم كرك وقيوا. وبعد ساعة الا ربع أخيرا وصل العيش. اللحمة لونها بدأ يتغير والشوي خلاص بدأ يجهز. صالح برنس في نفسه. جواد صور فلوق سلطان في شروط يا اخي، شايف ولا شروط كذا. انا ما دارس طيب حاليا بنجهز الاكل. عزيزي المشاهد، انا قاعد هنا متدلع بصراحه، بس انا ما عنديش خبره. انا جاي اكل ندرس السنه القادمه خلاص بيبدي. بس لو انا باقي لي سنتين بس خلاص توصل. حتى انا باقي لي سنتين. جواد بعد طول بياخذ بكالوريوس ترى. بكالوريوس. انا انا دبلوم باي باي. خلاص كفاية كلام بقى. اللحظة المنتظرة خلاص قربت وكل حاجة جاهزة.
العشاء برعاية شيف عبد الله. تسلم يا شيف. تعال تعال. ده خلاص بدأ ياكل. اعطيهم الا اعطيهم. سوي جواد سوي لهم. لا انا اسوي. هذا اللي اعتبرهم ولادك. خلاص كل حاجة جاهزة، ونقاشات صالح ما زالت موجودة برضه. تصوير أقسم بالله العظيم ما يجوز خايس. الاوبرا ما يجوز دخلوها بكبرها. عينك انت في انت عينك. داخلين اول واحد. الوقت اتأخر وكان لازم نمشي عشان بكرة صلاة الجمعة، ولازم ما نتأخرش عن كده عشان صلاة الفجر. وبس كده رجعت مع عبد الله على البيت. طول الطريق قاعدين بنفتكر أسامي باقي صفنا في المدرسة. عدنا عزيزي المشاهد، الساعة دلوقتي تقريبا 1:30. أنا خلاص بقيت ضايع وبرجع متأخر في نصوص الليالي. المهم كان يوم يعني يعجز اللسان عن وصفه بصراحة. يعني سبحان الله. هو اليوم بدأ رحت أنا وعبد الله اشترينا حاجات من السوبر ماركت، بين المية والحاجات دي يعني مسكين كان هو اللي جهز كل حاجة والله من الصفر حرفيا. فيعني تسلم ايدك عبد الله والله. عبد الله يعني خلاص عبد الله خلاص اخويا والله العظيم اخويا فعلا. عمل الاكل ووقف يجهز كل حاجة لوحده، وكان هو اللي بيشوي بمساعدة واحد او اتنين كمان يعني، بس هو كان معظم الحاجة كانت عليه يعني. بس رحنا جبنا حاجات من السوبر ماركت ورحنا على هناك. النصيب كاسم انا حاسس ان انا سمعتها قبل كده، بس في اول الفيديو ما قلتهاش لان انا فعلا ما كنتش فاكر الاسم ده كان فين. وانا بدردش معاه واحنا رايحين، النصيب دي المكان اللي كان موجود فيه مدرسة عبد الله بن زيد، المدرسة اللي انا كنت فيها. تخيل كده ابقى في المكان القريب من المدرسة اللي انا كنت فيها، وقاعد مع حوالي 7 أو 8 كانوا معايا في المدرسة برضه. وايه بقى، وبدأنا يعني كنا عايزين نجيب عيش زيادة، فبدأنا بان احنا جبنا الخلطة بتاعت المدرسة اللي هو الخلطة الاشهر على الاطلاق، عيش وجبنة وشيبسي، ومش اي شيبسي عمان، ونقطتين شطة. يا معلم بص انت قاعد ملك خلاص. المهم بس يا رجلي محمرة شوية بس من القعدة على الحصير. بقالي فترة ما قعدتش على الحصير، فالواحد يعني فقد التعود اللي كان عنده. بس مش مشكلة. صالح النرجسي كان جايب كرسي لنفسه وكان قاعد عليه. افتكرت ان انا هصعب عليه مثلا ولا حاجة، ممكن يحترمني يقدرني يقوم لي، ما قامليش. شخص نرجسي وشخص شايف نفسه جدا بيفكر في نفسه بس. النصر شخص يعني كما عهدته يعني مش عادي، هادي جدا في الصف، شاطر بس بيقعد ورا على طول مع العيال اللي بتعمل صوت وقلق، فكان على طول بيتاخد في الرجلين معاهم. المعتصم اطيب شخص قابلته في حياتي تقريبا، اقسم بالله. عارف المعتصم ده انت هو بيتكلم كده انت عايز تحضنه، فاهم؟ عايز تحضنه كده، لطيف، حتى صوته حلو والله العظيم. شخص جميل جدا. جواد جواد الشخص اللي هو يعني تقعد معاه 6-8 ساعات اقسم بالله ما تحس باي حاجه، هو بس اللي بيتكلم، حتى انت ما بتتكلمش معاه، هو بس يتكلم. شخص رهيب بصراحه. وماجد والحارث وباقي الشباب كلكم ناس جميله. خلاص حاسس ان احنا تخطينا مرحله الصداقه، بين اخوات قاعدين مع بعض اهل. سلطان طبعا سلطان الدي جي بتاع اي يوم. وبس كده عزيزي المشاهد، اتمنى لك يوم سعيد، اتمنى لك سعاده، اتمنى ان انت تبقى مبسوط. بس عزيزي المشاهد يعني انبساطي بصراحه لا يوصف، مش عايز اطول عليك اكتر من كده، بتكلم بقالي كتير قوي. وبس كده عزيزي المشاهد، في امان الله. كان معكم عبد الرحمن كالعاده. ختاما مع السلامه. بس شكرا.